النهاردة الوصفة السحرية لإزالة السعال أو الكحة من صدر أطفالك. بما إننا في جو الشتاء فلازم نجرب الوصفة الجميلة دي بمكونين اتنين بس، هو اللفت والسكر. المكونين دولت أحلى مكونين لجو الشتاء اللي احنا فيه، وصدقيني الوصفة دي يعني فعالة 100%. هتجيبي سكر وهتجيبي واحدة لفت. اللفت طبعا موجود في السوق كتير، فتقدري تستخدميه بكل سهولة. ففرصة وهو في وقت الشتاء بتاعنا نجيبه ونعمله للأطفال عشان نزيل من صدرهم السعال ده تماما، والكحة الناشفة اللي بيكحوها. فأهم حاجة في الوصفة هي وحدة اللفت والسكر. أول حاجة هجيب اللفت وهقشره بالطريقة دي من فوق الوش، هشيل العنقود اللي بيبقى ظاهر فيها بس. وبعد كده هجيب بقى سكينة، عشان السكينة دي اللي هتخرج معايا التجويفة اللي جوه اللفت. فهحاول كده افضيها بالطريقة دي واحدة واحدة عشان ما تخرميش اللفت من تحت. اهم حاجة هتشيلي بس كده على قد ما تقدري، تعملي بس فراغ تقدري تحطي فيه السكر، عشان السكر ده لما هيتحط في اللفت هيتفاعل مع بعضه وهيبدأ يبقى مادة سايلة، زي الشربات كده بالظبط. هو لوحده هتحسي اللي هو عامل زي الشربات، ولا تقيل ولا خفيف، بس هيبقى يديكي نتيجة حلوة قوي للسعال. بس عشان خاطر انا هسيبه طبعا من بالليل للصبح على الرخامة، فهجيب كوباية هسندها بس عليها كده اهوت، فعشان ما احطهاش على الرخامة تلقائي فلازم احط حاجة تحتيها. وهحط السكر جوه اللفت زي ما انت شايفة، هملاها كده بالسكر. اهم حاجة تمليها بالسكر. بعد كده هسويها وهحط بقى الغطا بتاعها هغطيه بيها. فايدة اللفت والسكر مع بعضيهم انهم بيختلطوا مع بعض، بعد كده السكر ده بيدوب تماما جواها وبيبقى عامل زي المادة السائلة. بتاخدي منه معلقة صباحا على الريق للأطفال كده، من غير ما يحطوا حاجة طبعا ولا يفطروا، على ريق النوم، معلقة لمدة 3 أيام. هتزيل الكحة وهتزيل السعال بطريقة يعني الصراحة سحرية. ناس كتيرة جربتها وفعلا أنا شفت التجربة ديت بعيني، وقالوا احنا جربناها واستفدت منها كتير، فحبيت اللي انا اعملها لكم وانفذها لكم. بس اهم حاجة عايزين الفيديو ده يوصل للناس كلها، اهم حاجة تشيروه عشان كل بيت في مصر او في الدول العربية يوصلوا الفيديو ده ويعملها، عشان خاطر جو الشتاء يعني والميكروب اللي نازل الرهيب على الاطفال. واقول لكم باي باي ومع السلامة.